صباح الخير عليكم مشاهدينا. نكملوا معكم سلسلة مشروع المقاهي. اليوم رايحين نديروا معكم وصفة تاع البقلاوة. وصفة البقلاوة فان تاع المقاهي، مشروع للمقاهي يبغوها الناس، سيرتو لي جان برا يموتوا على البقلاوة، تمشي بزاف في المقاهي. والمقادير تاعها هم معاكم. عندنا 5 كيلات فرينة، وكيلة نعبرو كيلة نص زيت ونص مارغرين، او مغرفة كبيرة لافاني. نخلطوهم مع بعض، نحبكوها حتى تدخل مليح مليح في الفرينة مع تتخلط باه ما يبقاوش فيها كشغل حبيبات. دوكا نزيدو لها حبة بيض، ودوك نديرو حبة بيض ونزيدو الماء ونخلطوها مليح حتى تشكل عندنا عجينة طرية كيما تاع البقلاوة، تكون شوية مرخوفة على خاطر نوسوها المايزينة تنشفها لنا. نغطوها في كيس بلاستيكي ونخلوها ترتاح حوالي 10 دقائق نص ساعة. إلا كنتي مزروبة تقدري تخدميها ليه ماشي شرط تخليها تريح خاطر العجينة تاعها طرية. هنا لافاس تاع الكاوكاو. ايه كاوكاو مغرف لافاني كبيرة، مغرف لافاني كبيرة، تكون كبيرة. ربع مغارف ما زهر. مغرف ما زهر. ديري الزيت ما ديريش الزبدة. الزيت ايه خدم غير بالزيت. بقلاوة اقتصادية بمعنى الكلمة. والسكر عندنا غير 3 مغارف ماشي معمرين. بعد ما ريحت صافي تقسميها على كيما 8 كريات كيما الفيلو. ايه كيما نفس الطريقة، نفس طريقة تاع لاباتا فيلو. وتساعد اللي ما عندهاش الماشينة، اللي ما عندهاش الآلة تاع البقلاوة بزاف تساعدها. ديرهم كامل المايزينا. ايه ومن بعد نبدا نحل فوق بعضهم. ونديروا المايزينا بين الطبقات، بين طبقة وطبقة كيما باتافيلو نفسها نفس الطريقة. المقادير تختلف، المقادير شوية ناقصة. مقادير ناقصة. في عوض اللي نديرو الزبدة شتي المارغرين راهي 12000 13500. ايه نخلوها هذه ترتاح ونزيدو نصنعو الطبقة اللي تجي من الفوق فوق الكاوكاو. ايه صافي تخدميهم بعد ديريهم سنيوة. ايه ندير الطبقات هذا صافي زيدي الطبقة الثانية نفسها. ايه كيف نفس الطريقة. نفس الطريقة. ايه بما نكثرش عليكم نطولش عليكم الفيديو. نتلاقاو من بعد. السنيوة هذه تاع كيلو فرين، كيلو بصح انا ما نديرش كاع فيها كيلو كاوكاو، هي نورمالمون كيلو بصح حنا كثر نقتصدو فيها. نقص شوية ماشي بزاف. كيلو غير ربع نقصو قيس 20 كاوكاو. دهنها بالزبدة والزيت. دهنها بالزبدة مليح. خاطر الطبقة الفوقانية ندير غير الزبدة غير الطبقة الفوقانية ما نشمخهاش كاع بالزيت
كيما باطا فيلو تفرغي كاع باطا مارغرين فيها. ديروا الزيت، قيس فنجان زيت، كمية تاع فنجان زيت. السنيوة هذه في 30 على 40 سنتيم، تقطع لي 50 حبة. فيهم صغار متوسطين؟ لا ملاح، لا كبيرة. اصلا القهوة زعما يشرط لك قالنا تجيبوها لي كبيرة الحبة ماشي، خاطر انا نبيعها له 2500 هو يبيعها 4000. سيدي رابح معكم بزاف. 1500 زعما ديك هي ما تهمكش زعما رابح معاك ولا ماشي رابح معاك، المهم تصيبي وين تسوقي السلعة تاعك. انت كي تخدمي وما تصيبيش لمن تبيعيها شغل ما درتي والو. بصح كي تصيبي مول القهوه يقول لك معليش ندي معاك شغل النسبه تاعو، صافي انت ما تهمكش، انت تشوفي كيفاش ديري الحلول. كي تخدمي مع المقاهي وتبداي في المشروع تاعك في الاول صح تجيك صعيبه، بصح غير تبداي توالفي ترجعي وحدك تصيبي الحلول، تعوضي الفارينه، تعوضي الزبده بالزيت، تعوضي لافاني، ترجعي تنقصي شويه المايزينا. نشري قيس 5000 تخدم لك 4 سنيوات. الاول صح تخرجي كونتيتي تاع دراهم، تخرجي شغل كم مصروف كبير، بصح من بعد هكاك شغل دوك الصوالح تستفيدي منهم. من بعد ما تبقايش كل خطره تشري فيهم، على الاقل يديروا لك 4 سنيوات. كيما الكاوكاو والعسل اللي نشريهم كل خطره، والمارغرين باطا مارغرين 250 غرام تكفيني في السنيوه، ما نفوتش 250 غرام خاطر الزيت نعاونها بالزيت. لا باتي تبان مليحه، بات هايله. شتيها ما شغل ما تخرجتش الزيت، ما تخرجش الزيت لبرا. هي كي تخرج الزيت اللي ما تجيش شغل كي طيبيها تجي بيضه من الفوق، تجي مرمله فهم. انتي تبان لك خشينه بصح هي كي طيب تتورق ما تجيش خشينه، تجي مليحه. نحلو ونقيسو على السنيوه. حطيها مليح ما تجيش كيما نحلي الثانيه. نحل الثانيه ونحطوها من فوق. هذا نقطعوها حوالي 4 سنتيم. وبعد ما درناها وجدناها في السنيوه وقطعناها، دوك نسقوها بالمارغرين والزيت، نخلطوا 2 مغارف مارغرين مع حوالي نص كاس زيت ونسقوها من الفوق. نشعلها ديريك ضربه واحده من الفوق ومن تحت. نعسها من الفوق تحمر، الزيت ما تشربش شغل تحت الطبقه التحتانيه راني دايرت لها ماشي منها تهبط للتحت، غير تحمر. نطفي لها من الفوق ونقص لها من التحت، نخليها طيب في غيرها مده 45 دقيقه من التحت على نار متوسطه تقريبا قليله. تحمر ودير التوريق دوك تشوفيها. اي خلاص كي تكون في الكوشه صوريها.
هذه هي العسل اللي تحصلنا عليها. هكا ونخلطها مع العسل العاديه. انتم ما عندكمش العسل الخفيف يبيعوه؟ ما عندناش العسل الخفيفه، شتيها في المدن المجاوره كاينه. عندكم غير المرجان ثقيله؟ عندنا غير المرجان. نونو غسلان ثقال بصح لازم منا هذا الشربات خير من المزهر. منها باش تكفيني للبقلاوه. جيبها. شتي المرجان مع كي كثر لها المزهر تشمخ البقلاوه ما تجيش مليحه المرجان تيبسها تولي المرجان تجي تتعلق. نخليها تبرد ومن بعد تربيها. خليها تبرد ما تكون طابت البقلاوه اصلا كي درناها لهذه تبرد تجيب تبرد ما تبقاش. المهم بارده والبقلاوه تكون سخونه. إيه. هاك نفرغو فوق المغرف ما نفرغوش مباشره باه ما تطيرناش. وكاع البقلاوه زعما ماشي غير هذا الاقتصادي. هاي البقلاوه تاعنا بعد ما وجدت ان شاء الله تكون صدقه جاريه. انا هذا الوصفه مديتها شغل الصدقه جاريه على المراه اللي ما عندهاش تعاون راجلها. هذه البقلاوه اللي خدمتها كما راكم تشاهدوا طيبتها. معليش عندنا راهي شويه حمراء تبرد شويه تجي الزوج تاعها يديها